السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يلا كده بسرعة كده من غير لا لحمة ولا فراخ نعمل أكل البشوات. أكل البشوات دوت محتاجين ايه عشان نعمله بيه؟ ولا لحمة ولا فراخ. عايزين بس نص كيلو لبن ومعلقتين بالظبط رز. معلقتين رز ونص كيلو لبن، ويلا نعمل أحلى أكل. أحلى غدا ممكن تاكليه، وأسهل وأخف وأسرع غدا. بسم الله ما شاء الله، سهل جدا. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل كشك اللي كانوا بيسموه زمان كشك الماظ ولا كشك الماظيه ولا مش عارفه ايه، انما هو كشك. كشك بتاعنا المصري الجميل التحفه ده اللي هو كان زمان اكل البشوات. حاجه تحفه تحفه والله، طعمه يجنن وسهل جدا وبسيط زي ما هوريه لكم دلوقتي. عايزين نشوفوا الكشك القمر ده اتعمل ازاي؟ يلا بينا نخش على الفيديو ونشوف اتعمل ازاي. معلقتين بالظبط رز، معلقتين اتنين زي ما انتوا شايفين كده. هناخد بقى المعلقتين دولت نغسلهم ونصفيهم ونرجع مع بعض تاني. اهو غسلناهم وصفيناهم من الميه. نيجي بقى على البوتاجاز، اي بقى شويه شوربه عندك حلوين كده، شوربه فراخ، شوربه لحمه، شوربه بط، شوربه اي حاجه عندك كده مثلا شايلاها في الفريزر ولا حاجه، ولا مفيش شوربه، اعملي بقى حطي انت شويه ميه عليهم، 2 ماجي عليهم، معلقه سمن بلدي كده، واعملي انت شويه شوربه حلوين كده. انا كان عندي شويه شوربه غليتهم ونزلت عليهم معلقتين الرز اللي غسلناهم، بس هنسيبهم بقى يستووا. الشوربه دي كانت يعني ملحها زايد سنه، فانا مش هحط للكشك ملح خالص، ومش هحط له كمان ماجي لان الشوربه دي اساسا دسمه دسمه وحلوه قوي، فانا مش هحط له اي حاجه غير بس شويه فلفل. اللهم صل على سيدنا محمد. تسلقي الرز لحد ما يستوي كويس قوي يعني. طب احتاجتي ميه تاني، شرب الشوربه واحتاجتي ميه تاني حطي، يعني انا هنا زودت على بال الرز ما استوى الرز بقى تمام التمام. اللهم صل على سيدنا محمد. تنسوش اللايك يا جماعه. ونزلت بقى بكوبايتين لبن، ادي كوبايه وحط كمان كوبايه. اللبن يا جماعه لاخواننا العرب اللي بيتفرجوا علينا اللي هو الحليب بقشته، ده لبن بلدي بقشته بحاله بماله، حاجه كده تحفه زي ما انتوا شايفين كده. الشوربه قد ايه دسمه، عشان كده مش هحط اي حاجه. اللهم صل على سيدنا محمد. خفيف وسهل وسريع، مفيش غير نص معلقه الفلفل دوت بس، مش هحط اي حاجه تانية. وطالع والله طعمه تحفه تحفه يجنن. يا ريتكم انتوا كنتوا معايا كده كنت دوقته لكم، جميل بجد سهل. بتعملي طبقين كده جنب الاكل، بتعمليه هو لوحده اكل ومعاه شويه مخلل كده، والله العظيم تحفه. بتحطي عندك اكل قليل وعملتي طبقين جنبيه، عندك عزومه وحطيتيه جنب الاكل، حاجه تحفه جميله وحاجه تشرف كده وطعمه لذيذ. جبت بقى هنا في الكوبايه ديت معلقتين نشا، لا 3 معالق نشا و3 معالق ميه، ودوبتهم كويس زي ما انتم ما شفتوا كده عشان مبقاش فيه اي تكتلات. ننزل بقى مش بيهم كلهم، ننزل كده بشويه شويه ونقلب ونشوف محتاجين ولا لا. شايفين عمال بيتقل من النص ازاي؟ نقلب بقى لحد ما يندمج كله. نزلت بشويه كمان. اللهم صل على سيدنا محمد. تقل اهو. خلاص ما كملتش بقى ال3 معالق اللي انا كنت حطاهم، يعني بناخد قد ما احنا ما عايزين. خلاص كده بقى بسم الله ما شاء الله قوامه تمام. لازم نسيبه يغلي ويطلع الفقاعات ديت عشان احس ان النشا استوى. لازم ما ينفعش اول ما يتقل اطفي عليه، لازم يغلي كويس عشان النشا يبقى استوى. ايه رايكم في السهوله والبساطه؟ والله طعمه تحفه. انا شخصيا من اللي بيحبوا الكشك جدا، يعني من عشاق الكشك. نجيب بقى صينيه فيها معلقه سمنه كده مسيحاها، ولا حتى معلقتين زيت عادي خالص، بس انا حاطه سمنه. وجبت البصلايه الكبيره ديت مقطعاها كده شرايح رفيعه، واحمرها بقى لحد لما تاخد لون بني كده. بصله بقى حمرا بصله بيضه مش تفرق، الموجوده عندك اشتغلي بيها.
ايه رأيكم في البساطة؟ شكرا يا جماعة لكل حد بيكتب لي كومنت حلو، شكرا لأي حد بيرفع لي الفيديو على المنتدى، ربنا يجازيكم خير يا رب. نقلب بقى فيه كده لحد لما ياخد اللون اللي احنا عايزينه، اللون البني زي ما انتوا شايفين كده. جبت بقى الكشك والصفاية ديت عشان افضي البصل كده، والسمن ينزل في الكشك. وقعت مني واحدتين كده هطلعهم. المفروض بقى ان احنا نحط البصل ده على مناديل، علشان مناديل المطبخ دي عشان خاطر تشرب منه زيت، بس للاسف ما كانش عندي مناديل، حطيته في طبق وغرفناه وبقى بالشكل ده. والله العظيم تحفه تحفه تحفه، انا بحلف لكم جربوه مش هتندموا، وهيعجبكم قوي 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 قوي. جميل وسهل وسريع وحاجه ما فيش كده بقى ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، حاجه تحفه. يلا تصبحوا على خير.